السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم، تحية لكل متتبعي على قناة مازا فوت. للاشتراك في قناتي نطلب منكم أن ديروا زر اشتراك جام، وديروا لنا تعليق في حالة وين كاين هناك اقتراحات ولا تعليقات. نحن في الخدمة نرجو لكل الناس. حبيت نعود إلى ميركاتو الشتوي الذي امتد لمدة شهر، بداية من شهر جانفي 2026 1 جانفي إلى 31. أقل ما نقدر نقول على هذا الميركاتو الشتوي بعد ما منحت الفاف 7 إجازات لكل الفرق من أجل تدعيم الفرق تاعها، من أجل تدعيم كذلك المناصب تاعها، خاصة وأن بعض الفرق اللي ما عملتش انتدابات صيفية رأيت القوانين اللي وضعتها الفاف وعدم تجاوز سقف 50 مليار سنتيم. بعض الفرق خاصة منها اللي تلعب على منافسات القارية. نأخذ على سبيل المثال مولودية اتحاد العاصمة، شباب الوزداد، وكذلك شبيبة القبائل. مولودية الجزائر اكتفت بانتداب واحد، وهو اللاعب بوخلدة، صانع ألعاب كلاسيكي، صانع ألعاب عنده 29 سنة، لاعب يلعب بالرجل اليسرى، لاعب يلعب كثير أفقي، يعني يلعب كثير في لافيرتيكال، اللاعب اللي يحب أنه يلعب وراء المهاجمين. أنا شفنا أنه التحويل تاعو استقام أكثر من 7 ملايير من أجل طلب خدماته من فريقه السابق اللي هو مولودية وهران. أعتقد أنه نقدر نقول أنه تبقى لا بأس بها على كل حال، ولو أنه جمهور تاع المولودية تقلق على شوية على اللاعب، لكن نقول أنه اللاعب عنده إمكانيات كبيرة ويقدر يمد إضافة. لكن أكثر من 7 ملايير أعتقد أنه الصفقة كانت غالية وكبيرة، وكانت المولودية على الأقل تشوف من جهة أخرى، لأنه أكثر من 7 ملايير يعني 350 ألف دولار على اللاعب اللي عنده 30 سنة، أعتقد أنه شوية. المهم أنه اللاعب بوخلدة لاعب ممتاز، لاعب عنده إمكانيات، يقدر يكون إضافة حقيقية للفريق. كان جمهور المولودية ينتظر عدة انتدابات وعدة نقائص في الفريق، يتعلق منها وسط دفاع في الوسط، لاعبين في الوسط، وكذلك لاعبين على الأطراف، ومهاجم قناص. لأنه شفت البارح مباراة المولودية أمام لوبوبو، تراجع كبير لمستوى مهاجم مولودية، وبعض اللاعبين خاصة محمد زقران إن شاء الله بالك يقدر يعود تدريجيا. كذلك اللاعب زكريا نعيجي بعد ما سجل الهدف الثاني دخل في الشوط الثاني. أعتقد أن زكريا عنده إمكانيات كبيرة، يقدر يعود إلى المستوى تاعو في ظل كل هذه الفورمة الصغيرة اللي ظهرت بها المولودية. لذا تراجع نوعا ما مردود الفريق. شبيبة القبائل شفنا كذلك الشبيبة تعاني في كأس رابطة أبطال إفريقيا، ولو أن الجمهور الرياضي والقبائلي يعني يطلب أكثر من اللازم. علاش؟ لأنه لو نعود إلى شبيبة القبائل منذ ظهور تاعها الأخير في كأس رابطة أبطال إفريقيا عنده تقريبا أكثر من عقد. لذا ما لازمش نطلبوا كثير من هذا الفريق في ظل انتدابات نقول كانت في المستوى، لكن لحد الآن لم تعطي هذاك الانطباع الجيد، ولم تظهر بتلك الفورمة اللي عرفوا بها. عرفوا حنايا محيوز إمكانيات كبيرة، أكرم مسعودي بلال كذلك إمكانيات كبيرة،
باضة كذلك أعطى انطباع جيد، لعب في المستوى، لعب قدم إضافة حقيقية لوسط الميدان الهجومي لشبيبة القبائل. نقول أنه صحيح أنه شبيبة القبائل مازال يعني راهي تعاود ترجع إلى إفريقيا، إلى كأس رابطة أبطال إفريقيا، إلى المنافسة القارية. لازم تكون ممارسة في كل موسم على شبيبة القبائل أن تلعب المراتب الأولى لكي تعود إلى الواجهة، تعود إلى المنافسة القارية تدريجيا، لأنه اليوم المنافسة القارية صعبة وصعبة جدا على الفرق تاعنا. اتحاد الجزائر نبقى في شبيبة قبائل. انتدابات اللي دارتها شبيبة قبائل، لاعب لوبيز، لاعب بيترو اتليتيكو، كذلك لاعب عنده امكانيات، وايكوا لاعب كذلك يونغ افريكان بالقبول، لاعب معروف يلعب كمدافع ايسر، لاعب رواق ايسر كان يلعب في ترجي مستغانم. نقول انه بهذه الانتدابات يقدر مستوى شبيبة القبائل يرتفع، على الاقل يوصل الى البوديوم باش يلعب منافسه قاريه الموسم القادم. شباب قسنطينة، نقدر نقول انه انتدابات شباب قسنطينة، ولو ما نش نذكر كل اللاعبين، لكن يبقى غيلاس كناوي وكذلك إيفرا لاعب جمعية شلف سابقا، اللاعب الطوغولي مهاجم صريح. نقدر نقول انه شباب قسنطينة عمل انتدابات نقدر نقول في المستوى يقدر بهذا اللاعبين وانتدابات اخرى شباب قسنطينة يعود الى المراتب الاولى لكي يشارك في منافسة قارية الموسم القادم. ولدي طهران عودة الحارس الزغبة الى او انتداب الحارس الزغبة من شباب الوزداد. قل انه تعاني مولودية طهران من عدة انتدابات عملتها الموسم الماضي وكذلك في الميركاتو الصيفي. نقدر نقول انه يبقى مصطفى الزغبة بالرغم من تقدمه في السن يبقى اضافة حقيقية في حراسة المرمى في مولودية طهران، لانه مولودية طهران منذ السنتين الاخيرتين عانى في هذا المنصب. نتكلم كذلك على اتحاد العاصمة. انتدابات نقدر نسميها انتدابات نوعية في حالة وين اللاعب أشرف عبادة يؤهل، لأنه لقاو بعد مشاكل في تأهيل أشرف عبادة، لأنه أبقاو إلى آخر دقيقة من انتهاء مرحلة الميركاتو، واللاعب ما قدروش يدخلوه في صف كونكت. دونك اللاعب لحد الآن مازال تابع لجمعية شلف، هذا الشيء متأسف له على لي ديريجون تاع الاسما. المفروض انه صفقة مثل هذه واللاعب مثل هذا نقول يضيع في الثواني الأخيرة. أعتقد أنه لازم شوية احترافية ولازم شوية مهنية من مسؤولي اتحاد العاصمة. لكن تبقى صفقات عزي رجم وكذلك المدرب حمدي ميلود العائد إلى البيت، أعتقد أنه تقدر تكون إضافة حقيقية لتعداد اتحاد الجزائر. شبيبة الثورة عودة ولا انتداب اللاعب صالحي حارس مرمى البيض. نعرفوا حنايا الحارس صالحي حارس ممتاز، حارس تجربة كبيرة. هذا واش كان يخص شبيبة الثورة في هذا الموسم. ترجي مستغانم اللاعب إزماني يعود بعد ما كان في خنشلة، اللاعب اللي يلعب على رواق الايسر، اللاعب اللي عنده امكانيات، كذلك اللاعب نعماني لاعب اتحاد الجزائر سابقا ونادي بارادو. انا اقول لما نعود يعني نتكلم بصفة عامة على الميركاتو الشتوي في الجزائر، نقول انه لا ميركاتو ولا هم يحزنون، لانه انا شفنا ميركاتو تقريبا كله بارد. نقول انه بعض الفرق ولو انه اللي عندها شركات سمحت لها انه تقدر تنتدب بعض الاسماء، لكن بعض الفرق وجدت صعوبة في تدعيم تعدادها وكذلك تدعيم بعض الاسماء لهذه الفرق. يبقى هذا الميركاتو اللي قلت لك في الجزائر، الميركاتو
ماهوش ميركاتو مثل كل سوق الانتقالات في العالم لعدة أسباب. القوانين اللي دارتها الفاف، ونعتبر هذه القوانين قوانين صائبة. علاش؟ لأنه اليوم الفرق توجد نفسها أمام شركات تضخ في الأموال بدون يعني عودة إلى الاستثمار. يعني ما كاش الفرق يعني لا تجني الأموال، وخاصة أموال وكذلك في الانتقالات. يعني تجيب لاعب ب20 مليار مثال، وفي ظرف 6 شهور 5 شهور عام تصيب اللاعب تسقط القيمة تاعو، ما يقدروش يحولوه إلى فرق أخرى. أنا شفنا بعض الأسماء جاو لمدة 6 أشهر لعبوا ومشاو، على غرار اللاعب مرغم 6 أشهر في اتحاد العاصمة، 6 أشهر في شباب القبائل. اليوم اللاعب اختار أنه يمشي إلى باستيا الذي يصارع من أجل البقاء في الدرجة الثانية. لهذا أقول أنه نقدر نقول أنه الفيدرالية يعني دارت مليح لما سنت هذه القوانين، لأنه لو جاو أموال هاد المسؤولين هادو لكانوا أنه يعني يبذلوا أموال في صفقات ليس لها أي علاقة بكرة القدم، وليس لها أي علاقة بالتحويلات، وكذلك من أجل انتعاش يعني الفرق من الناحية المالية. الفرق كلها مفلسة، تعاني من كل الجوانب، من جانب التكويني، من جانب التسييري، خاصة التسيير الرياضي. لكن تبقى بعض الفرق ولو أن الشركات تاعنا دائما واقفة من أجل بعث الرياضة وكرة القدم إلى الأعلى. لكن ما نراه ليس هناك استراتيجيات من أجل بعث كرة القدم الجزائرية إلى الأعلى، لأنه رانا نشوفوا كل موسم الفرق تعاني، الفرق مفلسة، الفرق تعاني من الناحية المالية. لو الشركات تخرج من الفرق، لا كل هذا المسؤولين اللي راهم على رأس النوادي ما تصيب حتى واحد فيهم، كلهم يهربوا. هذا هو الواقع. راح نعود لكم فيديوهات أكثر من هذا في الحصص القادمة إن شاء الله، وراح نتكلموا على كل صغيرة وكبيرة. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، ونتمنى الشفاء إن شاء الله العاجل لخونا عبد الحكيم سردار. ربي يشافيك عبد الحكيم ويعافيك إن شاء الله. تعود لنا وإن شاء الله ونشوفك في بلاطوات، ونشوفك في الميادين بإذن الله تعالى، وشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبونيو معنا هكذا باش نكونوا قراب على بعضنا البعض. السلام عليكم.